السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد مع الحمام بتاعنا. طبعا انتوا عارفين كل فترة بصور لكم الحمام. هو ايه بقى يا جماعة، الحمام كان عندي مشكلة كده ان في حمامة يعني حمامة ملهاش وليف ماشي. فانا عملت ايه، طبعا انت بتبقي شاريه الحمام ده كل اتنين مع بعض، مش شرط كل اتنين تبقي شاريهم يبقوا اتنين متولفين على بعض، لا. يعني انا اشتريت اتنين بيض، اللي انا اقول لكم على المثال ده يعني مثال بسيط خالص اهو. الاتنين البيض اللي كانوا موجودين عندي طلعوا الاتنين دكرة، وبقى عندي كده اتنين تيات، فالاتنين الدكرة ولفوا على الاتنين التيات واتحلت المشكلة الحمد لله. لكن بالنسبة بقى ان انا عندي انتايه ملهاش دكر، فانا عملت ايه، رحت السوق واشتريت من الناس اللي في السوق حمام شغال، اللي هو ايه، جبت للنتايه دي الدكر عشان يولف عليه، ولحد الان لسه ما شفتهمش ولفوا على بعض. دلوقتي بقى ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. قلت بقى لما نشوف الزغاليل بتاعتنا، عاوزه اقول لكم يا جماعه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. عاوزه اقول لكم اللهم صل على سيدنا محمد، الحمام يا جماعه الزغاليل ممكن طالعه معاكي بقالها فتره ماشي، وانت تكوني بتاكليها على فكره، عشان بس تبقوا عارفين الذره الابيض لوحده بينشف الفرخ معاكي، بينشف اسمه ايه ده، بينشف الزغاليل معاكي، بيبقى ريشها طالع زي ما انت شايفه كده. اجيبها صراحه ينشف الزغاليل معاكي. يعني بصي شايفه الزغاليل دي، شوفي ريشها طالع ازاي. لو انت بتوكليهم بقى علف صافي هتلاقي الريش طالع بالشكل اللي انت شايفاه ده، وفي نفس الوقت هتلاقي الزغلول كبير معاكي كده ومحمل. لكن طول ما انت بتوكليهم حاجه واحده بس، ذره بس، عيش بس، الكلام ده كله بس، هتلاقي الزغلول معاكي ناشف وصغير. طبعا انا جربت ده وجربت ده، جربت ان انا حاطه لهم ذره ابيض فالزغلول معايا مش راضي يكبر، وجربت العلف والخلطه والحاجات دي وكلفه الحمام الجاهزه اللي بتشتري من عند الراجل بتاع الاعلاف، يقولوا انا عايزه كلفه حمام، الشكاره بتبقى على بعضها كده. عاوزه اقول لكم الحاجات دي بتفرق خالص مع الحمام، بتخلي الحمام يفرق معاكي خالص ويكبر ويبقى بالاحجام اللي انت ايه بتشوفيها في السوق، الحمام اللي بيتباع. طبعا انت عشان تبيعي فردة حمام من ديت بالشكل اللي انت شايفاه ده الرفيعه دي، الحمام مش هيجيب معاكي اي فلوس خالص. ان شاء الله هنجيب لهم بقى علف من هنا ورايح لحد ما نبيعهم. شويه الزغاليل اللي فاضلين عندي دول هتلاقيهم يفرقوا معاكي خالص، وهيفرقوا مع الحمام اللي لسه ما طلعش واللي لسه ما بطش. هتلاقي الحمام اللي ما بطش كله هيبيض مع بعضه، لان انت هتهتمي بالكلفه بتاعته. ممكن برضو نسأل البيطري على شويه كالسيوم او شويه فيتامينات للحمام، هتلاقي الحمام متظبط معاكي خالص واتعدل معاكي. على سيدنا محمد. دلوقتي ايه، العلاج بقى موجود. ايوه انا عارفه ان علاج الحمام بقى غالي، يعني اقل حاجه خالص عشان تجيب علاج للحمام هتروحي للراجل هيقولك 50 60 جنيه، هيقولك مبلغ كبير ماشي. مبالغ بتعدي، بس بيفرق معاهم صراحه وبيخلي الفراخ معاكي كويسه يعني محمد. طبعا انا ايه الحمام بتاعي لو انا مسكت الفراخ كلها دبحتها مش هتبقى لهم. لو الحمام بتاعي بقى هو لوحده هتعوزي تهتمي بيه اكتر من كده علشان خاطر ينتج معاكي ويعرف يجيب اكل. هو لحد دلوقتي يعني ده تاني بطن، اول بطن، اول مره يبيض، اول مره يطلع، بقى عنده 5 شهور بياكل، فمش هيجي بعد 5 شهور بياكل عندك وصرفت عليه المصاريف دي كلها، هتيجي في الاخر لما يطلع زغاليل ما تهتميش بيهم، هتلاقي مفيش انتاج في الاخر، والحاجه معاكي مش هتبقى زي ما انت متخيله بالاحكام اللي انت متخيلها. ان شاء الله بقى ايه هقول لكم على شويه حاجات الفتره اللي جايه دي هنعملها للحمام. تابعوا معايا فيديوهات الحمام. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.